صراحة يعني أنا كبني آدم قعدت شوية أدور على مقدمة حلوة تليق بشخصية عظيمة زي الشخصية دي، بس بصراحة أنا ما لقيتش يعني فيعني اعتبر إن دي هي مقدمة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرحمن، ولو ما تعرفوش عبد الرحمن مين فأنا عبد الرحمن بشير. أول حاجة كده صلي على النبي ووحد الله. ولو المرة دي بقى بتاكل حاجة أو بتشرب حاجة أو وراك حاجة تخلصها، فلا روح خلصها الأول وتعالى، لأن الحلقة بتاعتنا النهاردة مليانة ونوعا ما يعني دسمة شويتين. طبعا يعني لو وراك كده اي صلاة متأخرة، لا روح صليها الاول وبعد كده بقى تعالى وانا مستنيك، واوعى تنسى انك تدعي لي بس. الناصر ابو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف ابن ايوب ابن شاذي ابن مروان ابن يعقوب دويني التكريتي، او الملقب بصلاح الدين الايوبي. ولد صلاح الدين في مدينة تكريت في العراق عام 532 هجريا، او الموافق 1138 ميلاديا. والده هو الأفضل نجم الدين أيوب، ووالدته هي ست الملك خاتون. والد صلاح الدين كان هو والي قلعة تكريت بالعراق. طيب يا سيدي معلش، بس أنا عايزك تركز معايا في الأسماء اللي جاية وفي اللحظات اللي جاية، لأن الأسماء في الحلقة دي كتيرة جدا وأنا بصراحة مش عايزك تتوه معايا. طيب عايزك تركز معايا بقى في نسب صلاح الدين الأيوبي، لأن النسب ده للأسف حصل فيه اختلاف كبير جدا. بطبع الحال لو انت ما تعرفش، فعندك انت في العراق فهم منقسمين لطائفتين كبار، عرب واكراد. ولو ما تعرفش الاكراد مين، فكنبذه سريعه عنهم، هم عباره عن عرق موجود من مدينه كردستان. ولو ما تعرفش هي فين كردستان دي، فبطبع الحال كردستان هي عباره عن دوله تم تقسيمها لاكثر من مكان، فهي تعتبر كمكان جغرافي موجوده في شمال سوريا والعراق، وفي شمال غرب ايران، وفي جنوب شرق تركيا. طيب بقول لك ليه الكلام اللي فات ده؟ اصبر هقول لك. بص يا سيدي، في ناس انقسمت وقالت ان نسب صلاح الدين الايوبي تبع الاكراد اللي انا لسه قايل لك عليهم دول، وده منهم احمد ابن خلكان. احمد ابن خلكان ده هو يعتبر قاضي ومؤرخ قديم. تعالى بقى اقول لك ايه اللي قاله ابن خلكان على نسب صلاح الدين الايوبي. قال لك: قال رجل فقيه عارف بما يقول وهو من أهل دوين، إن على باب دوين قرية يقال لها أجدنقان، وجميع أهلها أكراد روادية. وكان شازي قد أخذ ولديه أسد الدين شريكو ونجم الدين أيوب، وخرج بهما إلى بغداد، ومن هنا نزلوا تكريت، ومات شاذي بها، وعلى قبره قبة داخل البلد. الكلام اللي انا قلت لك عليه ده بقى تم تاكيده من ناس مختلفه، لكن على الجانب التاني بقى في ناس انكرت الحوار ده وقالت ان الايوبيين لما استقروا في الحكم ابتدوا ان هم ياخدوا انساب عربيه نبيله، وابتدوا تماما ان هم ينكروا انسابهم الكرديه. ومن هنا الايوبيين ذات نفسهم ابتدوا ان هم يختلفوا فيما بينهم ما بين الانساب بتاعتهم. وكان حوار بصراحه يعني لف بينا يا دنيا بقى يعني. ده غير ان في ناس كانوا بيقولوا ان هم اصلا من نسب الامويين. ده غير كمان ان في ناس تانية اصلا بتقول لك ان هم من نسب مرة ابن عوف، وده اللي ثبت عليه بعد كده الحسن ابن داود الايوبي. تعالى بقى اقول لك ايه هو نسب العائلة اللي ثبت عليه الحسن ابن داود الايوبي ده. بس ثواني بس اروح اجيبه، يعني انا اكيد مش حافظه، انت مستحيل حاجة زي دي يعني. بص بقى يا سيدي، هو قال لك ان نسب العائلة ده هو بينسب الى ايوب ابن شاذي ابن مروان ابن ابي علي محمد ابن عنترة ابن الحسن ابن علي ابن احمد ابن ابي علي ابن عبد العزيز ابن هدبة ابن الحسين ابن الحارث ابن سنان ابن عمرو ابن مرة ابن عوف ابن أسامة ابن بيهس ابن الحارث ابن عوف ابن أبي حارثة ابن مرة ابن نشبة لا مؤاخذة ابن غيظ ابن مرة ابن عوف ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن قريش. ايوه كل الكلام ده كله عشان بس اقول لك ان هم اتبعوا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، بعد كل ده وبعد كل الكلام اللي انا قلته لك على النسب ده، تعالى بقى ندخل على طفولة صلاح الدين كانت عاملة ازاي. وعشان تكون في الصورة بس، ان والد صلاح الدين نجم الدين ايوب ما كانش ثابت في مكانه او ما كانش والي على حاجة معينة، بل كان بيتنقل من مكان لمكان. يعني زي ما قلت لك في الاول كده، هو كان والي على تكريت في العراق اللي ولد فيها صلاح الدين، وبعد كده انتقل وبقى والي على بعلبك، وبعد كده في الاخر راح لدمشق، وهناك صلاح الدين عاش طفولته وحب المكان جدا. ما كانش في تفاصيل كتيرة عن طفولة صلاح الدين، لكن الكل أجمع ساعتها على إن صلاح الدين حب دمشق جدا، وهناك ترعرع وكبر ودرس كمان هناك وبرع ذكائه الرهيب. وكل أجمع برضه على إنه كان من أكتر العلوم المحببة إليه هو علم الهندسة وعلم الرياضيات بشكل عام وعلم الحساب بالإضافة إلى الشريعة الإسلامية. وخلي بالك بقى ان الفتره اللي نما فيها صلاح الدين وهو صغير ما كانتش احسن حاجه، بمعنى ان الدوله العباسيه ساعتها كانت ابتدت ان هي تنقسم لدول صغيره، لدويلات بمعنى اصح. ده غير ان الدوله الفاطميه ابتدت ان هي تظهر شويه شويه.
ده غير ان كمان في الفتره دي الصليبيين ابتدوا ان هم للاسف ينتشروا ويحتلوا الجانب الشرقي للبحر الابيض المتوسط. يعني ابتدوا ان هم يحتلوا الجزء اللي موجود في اسيا الصغرى كلها، اللي هي بتشمل تركيا وسوريا لحد شبه الجزيره سيناء. في الفترة دي بقى كان نجم الدين كان ساعتها معروفين بشكل عام ببراعتهم وكفاءتهم العالية في الحروب. فلجأ ليه واحد بقى بيطلق عليه شاور ابن المجير، وده كان ساعتها وزير فاطمي موجود في مصر. لجأ ليه بقى لأنه كان هربان ساعتها البيه من مصر، راح له الشام عشان يستغيث منه، إن هو كان في واحد بيطلق عليه درغام بن عامر كان بيلاحقه وعايز يقتله. ساعتها بقى عشان يزغلل عينيه قال له: يا عم والله انت انقذني من هنا وانا هديلك مصر كلها يا سيدي لو حابب، واشتغل لك نائب، تحس ان مصر دي بتاعت ابوهم يعني. ساعتها والله نجم الدين ما كدبش خبر، وبعت على طول اسد الدين شريكو اللي هو يعد اخوه مع شويه كده من الجنود، مع في وسطهم ابنه صلاح الدين الايوبي. واحب اقول لك يعني ساعتها ان صلاح الدين ما كانش مهتم بالامور دي، وبل بالعكس ما كانش حابب ان هو يروح وسط الجنود دي كلها يعني. عشان تفهم بس سير الاحداث ساعتها، فدرغام دخل مصر في رمضان بالتحديد وقام بقتل ابن شاور. الكلام اللي انا قلت لك عليه ده بقى حصل في رمضان زي ما قلت لك. بعدها بشهرين يعني تقريبا في ذي القعده كان شاور الوزير اللي انا قلت لك عليه راح وصل دمشق عشان يستنجد بنجم الدين. عقبال ما الجيش بتاع الشام اتحرك وابتدى ان هو يستوعب ودخل مصر فعلا، كان الكلام ده في جمادى الاولى، وده كان بعد 5 شهور. خلي بالك بقى ان نجم الدين ما كانش غرضه الوحيد هو ان هو ينصر الوزير اللي استعان بيه، بل برضه كان عايز يبعت الجيش ده لانه سمع ان الجيش داخل مصر ضعيف جدا، فحب ان هو يتاكد من المعلومه دي. بعد شهرين يعني بالتحديد في رجب قدر جيش الشام ان هو يستولي على مصر ويرجع تاني الحكم لشاور. واحب اقول لك بس يعني ان صلاح الدين في المعركه دي بالتحديد هو ما قدرش ان هو او ما شاركش مشاركه تذكر، هو كانت مشاركاته كلها كانت ثانويه. وبعد ما استقر شاور في الحكم حب ان هو يمارس هوايته المفضله وان هو يغدر باسد الدين شريكو، فراح بعت ليه الفرنج عشان يستنجد بيهم من اسد الدين شريكو. وبعد ما الإعانة اللي طلبها شاور من الفرنجة وصلت لمصر، كان ساعتها أسد الدين شريكو وابن أخوه متواجدين في مدينة بلبيس، وبالفعل وصلت القوات إلى بلبيس وتم محاصرتهم لمدة 3 شهور كاملين. وبما ان ساعتها الموارد قلت جدا معاهم، ده غير ان الجنود قلوا كمان، وكمان ان اسد الدين شريكو حصل على المبتغى بتاعه وعرف احوال مصر كانت عامله ازاي، فبسبب الضغط ده كله اضطر ان هو يسيب البلد بالجيش بتاعه ويمشوا ويرجعوا تاني للشام. وبعد شويه وصل لهم في الشام ان سبب مجيء الفرنجة لمصر هو بسبب غدر الوزير شاور. بعد ما سمعوا الكلام ده طبعا خافوا على مصر خوف شديد، فاضطر نجم الدين ان هو يبعت اخوه تاني اسد الدين شريكو وابنه تاني صلاح الدين الايوبي لمصر عشان يقدروا ان هم يحرروها من اللي كانوا موجودين يعني فيها. وخلي بالك ان في نفس اللحظه اللي جيش الشام ابتدى ان هو يتحرك من دمشق ويدخل مصر، كان برضه جيش الصليبيين ابتدى ان هو يدخل مصر. ولما الفاطميين بقى عرفوا ان جيش الشام داخلين، فاضطروا ان هم يتحالفوا مع الصليبيين عشان يقدروا ان هم يهزموا جيش الشام، لان برضه كان بيمثل ضغط عليهم. فكان لازم بقى يحصل التقاء ما بين الجيشين مهما عدى من وقت، وبالفعل حصل الالتقاء ده في صحراء الجيزة. وللأسف ساعتها كان جيش الشام كعدد أقل طبعا بكتير من عدد جيش الصليبيين مع الفاطميين، ولكن الحمد لله طبعا ساعتها ربنا أمدهم بقوة، وأمد صلاح الدين بالتحديد بالذكاء والمهارة في الحرب دي بالتحديد. أسد الدين شريكو بقى هنا شغل دماغه وقال إن الصليبيين بشكل عام عارفين مكانه، إن هو دايما بيكون موجود في قلب الجيش، فحب ان هو يشغل دماغه وراح حاطط ابن اخوه صلاح الدين بقلب مكانه يعني، وهو كان موجود في المقدمه بتاعه ميمنه الجيش. ولما المعركه بدات بقى يا سيدي حصل زي المتوقع، وجيش الصليبيين ابتدى ان هو يحاول يدخل للقلب بحيث ان هو يقدر ان هو يدور على اسد الدين شريكو. فراح اسد الدين بقى منتظرهم لحد ما يدخلوا لقلب الجيش، وبالفعل احاط بيهم وطبق عليهم تكنيك الكماشه. واحب اقول لك ان التكنيك ده هو نفس التكنيك اللي استخدمه خالد بن الوليد في الغارة اللي بيطلق عليها الولجة، وقدر ان هو ينتصر في الحرب دي. الحمد لله جيش الشام قدر ان هو ينتصر، وقدر صلاح الدين ساعتها ان هو يأسر احد الاشخاص اللي كان والي ساعتها على مدينة القيصرية الفلسطينية، ودي كانت أول مرة يلتقي الجيشين مع بعض. فبعد على طول الحرب دي توجه مباشرة أسد الدين شريكو بجيشه نواحي الإسكندرية، لأن هم كانوا عارفين ساعتها إن مدينة الإسكندرية من أكتر المدن اللي بتكره الوزير شاور. أول ما وصل ساعتها أسد الدين شريكو بالجيش بتاعه نواحي الإسكندرية رحبوا بيه وفتحوا له الأبواب ودخلوه.
وهنا بقى وصل لشاور حوار ان اسد الدين شريكو اتحرك جيوشه ناحيه الاسكندريه وقدروا ان هم يدخلوا جوه، فامر الصليبيين مباشره بان هم يتجهوا ناحيه الاسكندريه ويحاصروهم داخل اسوارها. وفي الاثناء دي كان عمور الاول ملك بيت المقدس استطاع ان هو يجهز الجيش بتاعه وان هو يتحرك عشان يروح ويساعد اسد الدين شيركو. ده غير ان طبعا كان في مجاعه ابتدت تظهر داخل الاسوار. كل ده خلى ان اسد الدين شيركو كان عايز يهرب بره الاسوار دي عشان منها يروح يطلب اعانات، وعشان منها يقدر ان هو يوصل لجيش عمور الاول عشان يقدر ان هو يطلع جيشه. في اللحظات دي تعددت الأقاويل بقى من حيث اللي عمله أسد الدين شيركو. ففي الأقاويل الصليبية قالوا إن أسد الدين شيركو قدر إن هو يهرب بالفعل من الإسكندرية، وقدر إن هو يتواصل مع القوات الصليبية عشان يطلب منهم الصلح وما يأذوش كمان أهل الإسكندرية اللي ساعدوهم في دخول الأسوار. اما بقى الاقاويل العربيه بقى قالت ان صلاح الدين وعمه والجيش لما وصلوا للاسكندريه حصل هنا الافتراق، بحيث ان صلاح الدين والجيش قدر ان هو يدخل جوه اسكندريه، لكن عمه باقي الجيش قدر ان هو يتحرك لمصر العليا او قبل مصر بمعنى اصح عشان يطلب الامدادات ويحرر الناس دي من الاحتلال الصليبي اللي كان موجود فيه. ولكن هنا بقى اسد الدين شيركو لما عرف ان الحصار اشتد على الاسكندريه فاضطر ان هو يرجع تاني بالجيش بتاعه وتقابل هو والجيش الصليبي، وهنا الجيش الصليبي هو اللي طلب الصلح. ساعتها اسد الدين شيركو وافق على الصلح ده، لكن بشرط ان الجيشين كلهم ينسحبوا من مصر. وبالفعل جيش الشام غادر من مصر يوم 29 شوال 562 هجريا الموافق 18 اغسطس 1167 ميلاديا. نسيت اقول لك صح ان عمور الاول ما كانش عايز يساعد كده من الباب للطاق، بل هو كان بس عايز يساعد بسبب ان نور الدين كان ساعتها اغار على مدينه طرابلس اللي موجوده في لبنان. ولو ما تعرفش فدي كانت اخر الامارات الصليبيه اللي موجوده قبل ما يغوروا تماما اصلا. وبالفعل عمور الاول جهز الجيش زي ما انا قلت لك واتحرك وراح يساعد صلاح الدين. يعني خلي بالك كده يعني يا صديقي ان عمور الاول اللي انا كنت بحكيك عنه ده هو يعد والد بلدوين الرابع. لو ما تعرفش بلدوين الرابع فهو اشهر ملك اللي مات بالجذام وهو عنده 24 سنه، وكمان اتعمل له فيلم كينجدم اوف هيفن. ويعني كانوا طبعا بيحبوا انهم بس يعني ايه يحطوا التاتش بتاعهم يعني كالعاده بتاعت الاجانب طبعا يعني. ويا سيدي في سنة 564 هجريا وبالتحديد في ربيع الأول ابتدى شاور الوزير اللي أنا قلت لك عليه إن هو يتخلف عن دفع الإتاوات اللي كانت مفروض عليه من الحملات الصليبية. ساعتها الصليبيين حبوا إن هم يجمعوا الفرنك وإن هم يتحركوا ناحية مصر ويغيروا عليها. وصل الخبر ده لأسد الدين شريكو هو ونجم الدين أخوه، فنوعا ما خافوا وقلقوا. فراح نجم الدين أمد أسد الدين كالعادة بالفلوس وبالجنود اللي هو عايزهم، وتحرك أسد الدين مع ابن أخوه صلاح الدين ودخلوه مصر. ولما وصل لعموري بقى خلاص ان اسد الدين شيركو جاهز الجيش بتاعه خلاص داخلين مصر، حب ان هو يبخته ويحاربوا عند شمال السويس. لكن بسبب ذكاء ودهاء شخص عسكري وقيادي زي اسد الدين شيركو فكان عارف ان ممكن الحوار ده يحصل، فجالهم من ناحيه جنوب السويس. ولما بعد كده ادرك عموري انه مش هيقدر على جيش اسد الدين شيركو فقام باخلاء مصر تماما. وبالفعل بعد شهر تماما من تحرك الجيش بمعنى أصح يوم 7 ربيع الآخر عام 564 هجريا دخل أسد الدين شيركو بالجيش بتاعه داخل القاهرة. وبعد ما دخل اسد الدين شيركو القاهره زي ما قلنا الوزير شاور قعد يبخته بالكلام وقعد يقول له ان هو هيمده بالفلوس وبالجنود زي ما وعده. لكن نوعا ما حس اسد الدين شيركو ان الشاور ده ملوش منه اي فايده بل بالعكس هيضره، فساعتها صدر امر بالقبض عليه. وبالفعل تم القبض عليه في يوم 17 يعني بعد 10 ايام من دخول القاهره بمعنى اصح. ولما وصل الكلام ده للقاضي بدين الله اللي هو الخليفه الفاطمي امر بتعيين اسد الدين مكان الوزير شاور. هنا بقى اول ما دخل حب ان هو يبتدي ياسس الدوله الايوبيه في مصر. طب يعني هو ازاي اسسها وازاي عمل الكلام ده كله يعني؟